تعالى يا باشا نخش على البريكيال بليكسس نشوف بتقول ايه. بريكيال بليكسس شبه الغواصة. بريكيال بليكسس عبارة عن غواصة بشوكتين رنانتين وعمود في النص. كل واحدة منهم بتطلع ضلع مظلل كده، ده عمود الكرنك من الصلب المتين، عشان كده تخين ومظلل. وبعدين يا معلم هنقوم مكملين عمود الكرنك لحد ما يوصل لنص الغواصة، ونقوم عاملين لحام كده اهو. بعدين هنقوم مثبتين عمود الكرنك في الغواصة باللي انت شايفه ده. بعدين يا معلم هنقوم عاملين ايه؟ جسم الغواصة. يلا يا باشا نعمل بوز مدبب من قدام، واتنين بوز مساعد ليه، وبعدين اتنين صغيرين كده من تحت. بعدين هنقوم عاملين البتاعة دي، وده الحبل اللي بيمسكوا بيه الغواصة من فوق. بعدين هنيجي عند عمود الكرنك نطلع واحد فوق وتلاتة تحت، ونيجي عند أول شوكة رنانة من فوق هنقوم مطلعين واحد كده وواحد كده. وبعدين هنقوم عاملين سين زي ما انت شايف كده. خدتلي بالك من دي؟ ماشي تمام، انا ما رسمت الغواصة وكله تمام. فين يا باشا النرفات؟ فين الاعصاب؟ الشوكة اللي فوق تدي سي 5 وسي 6 روتس، والشوكة اللي تحت سي 8 وتي 1 روتس، والعمود اللي في النص يدي سي 7 روت. بعد الروتس ترانكس، والترانكات عندك upper middle lower. كل ترانك منهم يدي anterior division و posterior division. البوستيريور ديفيجن يتجمعوا مع بعض كده اهو، يعملوا لي عمود الكرنك بتاع الغواصة ويكملوا عشان خاطر يبقوا في الاخر راديال نيرف يغذي الاكستنسورز. الانتيريور ديفيجن بتاع الابر والميدل ترانك يعملوا لي مع بعض اللاترال كورد، انما الانتيريور ديفيجن بتاع اللور ترانك يكمل ويعمل لي الميديال كورد. بعدين الميديال واللاترال كورد يلحموا مع بعض يعملوا لي وش الغواصة، بوز الغواصة. السن المدبب هو الميديال نيرف. ادي يا معلم الميديال نيرف، ماسكولوكوتينيوس نيرف والنر نيرف، وده الميديال كوتينيوس نيرف بتاع الارم والفور ارم. حبل الغواصة عبارة عن ميديال بيكتورال نيرف واللاترال بيكتورال نيرف، ده الراديال نيرف اكزيلاري نيرف، سوراكو دورسال نيرف وابر ولور سبسكابولار نيرف. ابر ترانك يدي سوبرا سكابولار نيرف، سي 5 روت يدي دورسال سكابولار نيرف، ويدي معاهم نيرف 2 سب كليفيوس، والسين دي اللي هي لونج ثوراسيك نيرف.